اسمع مقارنة خالد الغندور وقول لي رأيك في التعليقات. ان اللعيبه دي ما اتعاقبتش بتاعت الزمالك. لو خيروك ما بين ان انت تتعاقب تقعد يومين ما تتمرنش مع الفرقه ويتخصم منك مليون جنيه وانت بتاخد 25 مليون جنيه في السنه، غير الاعلانات، غير البرامج التلفزيونيه اللي بتجيلك تاخد فيها بالدولار، ولا تتحبس 10 ايام ويبقى عندك حبس لمده شهر وبعد كده تتحبس منهم 10 ايام، تفتكر هتختار ايه؟ خصوصا ان بعد كده كهربا من مليون بقى 500 ورجع يلعب دلوقتي عادي، وممكن كمان الغرامه تتشال، وتم الموافقه على اعتذار امام عاشور، وبعد يومين رجع التدريب، وكمان بعد شويه هيتعوض باعلان، هيتعوض بان الغرامه تنزل لو التزم. يعني مفيش حاجه مؤكده يعني. فهنا السؤال، اني اقوى العقوبه الاقوى؟ ان يعني من يتخصم منك وجهة نظر فلوس وتتحبس حضرتك ان 10 الموضوع ايام اللي حصل في الامارات ده يعني حرام يتحبس وما يتغرموش الزمالك، نادي الزمالك